سمعت قبل كده عن فيلم اتعمل ومحدش فينا هيشوفه؟ الفيلم ده اسمه 100 years The movie you will never see. سنة 2015 المخرج روبرت رودريجيز قرر هو والممثل جون مالكوفيتش انهم يعملوا فيلم غريب جدا. الفيلم ده هيتصور النهاردة وهيتعرض كمان 100 سنة، وده كان دعاية لمشروب كونياك لشركة فرنسية اسمها لويس ال13. ولأن المشروب بتاعهم بياخد 100 سنة تعتيق علشان خاطر يطلع ويتباع ويتشرب، الفيلم ده اتعمل زيه بالظبط. لكن الأغرب إنهم عملوا 100 دعوة معدنية. ال100 دعوة دول اتوزعوا على فنانين وشخصيات معروفة، والدعوات دي مش للبيع، والمفروض إن هم يورثوها لأحفادهم علشان خاطر يقدروا يحضروا العرض ده سنة 2115. الشائعات بتقول إن لو الدعوات دي ظهرت في مزاد ممكن تتباع بملايين. في طبعا شائعات كتير طلعت حوالين الفيلم ده، كلها بتتكلم عن طبيعة العرض أو هو بيتكلم عن إيه بالظبط. وبما إن مفيش أي حد يعرف إيه هو محتوى الفيلم ده أو إيه قصته غير طبعا المخرج والناس اللي صوروا الفيلم، فهنا طبعا خيال الناس الواسع بدأ يطلع سيناريوهات كتير. كل الشائعات دي مبنية على 3 فيديوهات الدعائية اللي طلعوا للفيلم، كل فيديو منهم كان تقريبا حوالي دقيقة، وبناء عليه الناس توقعوا انه ممكن يكون محتوى الفيلم ده بيتكلم عن مستقبل مليان تكنولوجيا متقدمة، وتصور الناس النهاردة للمستقبل كمان 100 سنة هيبقى عامل ازاي. ناس تانيين قالوا ان ده تصور للمستقبل كمان 100 سنة، والمستقبل او العالم نفسه مدمر تماما من الحروب والفيروسات والكوارث الطبيعية، او ان هما بيتصوروا ان العالم يرجع تاني يعيش وسط الطبيعة. لكن الحقيقة ان مفيش اي حد يقدر يجزم ايه هو السيناريو الصحيح للفيلم ده، بس اللي كلنا متفقين عليه ان الفيلم ده محطوط في مكان محمي ضد الكوارث الطبيعية، وعليه قفل مش هيتفتح غير بشكل تلقائي ولوحده سنة 2115.